تفتكروا مصباح قديم ممكن يغير حياة ولد فقير؟ طب تفتكروا إن الطمع ممكن يضيع كل حاجة؟ تعالوا أقول لكم حكايتنا النهاردة، حكاية جديدة عنوانها علاء الدين والمصباح السحري. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في قناتي عشان يوصلكم كل حكاياتي الجميلة. ودلوقتي يلا بينا. كان يا مكان في بلد بعيدة شوية كان ولد طيب وجميل اسمه علاء الدين، بس فقير قوي. علاء الدين كان بيشتغل طول اليوم عشان يساعد مامته الغلبانة. رغم تعبه كان دايما بيحلم إنه يعيش حياة أحسن. وفي يوم من الأيام، بس يوم مش عادي، وهو ماشي في الشارع وقفه راجل غريب شكله غني بس عينيه مليانة خبث وشر. قال له: إيه يا علاء الدين، تحب تكون غني؟ استغرب علاء الدين بس فضوله غلبه. قال له: يعني مطلوب مني إيه؟ خدوا الراجل الغريب ومشيوا سوا في طريق بعيد لحد ما وصلوا لصحراء كبيرة. الجو كان غريب وكأن في حاجة وحشة مستنياهم. فجأة وقف الراجل وقال له: يا علاء الدين، البس الخاتم ده واوعى تقلعه من ايدك، ده هيساعدك في اي مكان تروح. مشوا في طريقهم لحد ما وصلوا لكهف غريب ومغارة غريبة. وقف الراجل الغريب وزعق بعلو صوته: افتح يا سمسم. الأرض اتهزت والجبل الكبير اتفتح وظهر باب مغارة مخيف. الراجل الغريب قال لعلاء الدين: هتنزل تحت تجيب لي مصباح قديم وبس، بس اوعى تلمس اي حاجة تانية، هتشوف جواهر وكنوز وألماظ. اوعى تقرب لأي حاجة، مطلوب منك حاجة واحدة بس، المصباح القديم وبس. خاف علاء الدين بس نزل. جوه المغارة كان فيه ذهب وجواهر وكنوز بتلمع. علاء الدين فكر ياخد أي حاجة بس رجع تاني وقال لنفسه: لأ، أنا جاي المهمة محددة ولازم أسمع كلام الراجل الغريب. مشي علاء الدين في المغارة وحواليه الذهب والجواهر والكنوز اللي بتلمع. وفي آخر المغارة شاف مصباح قديم بيطلع منه نور خفيف. مسكه وقال: أكيد هو ده المطلوب. خدوا علاء الدين وراح لحد باب المغارة عشان يخرج. كان مستنيه الراجل الغريب. قال علاء الدين: خد المصباح ده وطلعني. رد الراجل الغريب: لأ، اديني المصباح الأول. علاء الدين رفض، قال له: طلعني الأول. فجأة الراجل زقه وقفل باب المغارة عليه. فضل علاء الدين لوحده في الضلمة يعيط ويبكي. بس وهو قاعد حزين مسك المصباح ومسحه بإيده ودعا ربنا وقال: يا رب ساعدني، يا رب خليك معايا. فجأة طلع دخان كبير وخرج من الدخان جن كبير قال له: شبيك لبيك، أنا عبدك وملك إيديك، تطلب مني إيه؟ بس يا ترى علاء الدين هيطلب إيه من الجني خادم المصباح؟ لو عايزين تعرفوا استنوني في الجزء الثاني من قصتنا علاء الدين والمصباح العجيب. بس ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في قناتي عشان أول ما ينزل الجزء الجديد يوصلكم على طول. ودلوقتي باي باي.